اصابه ياسين مرعي بشد وتمزق في العضله الخلفيه بعد مباراه فاركو. كده الاهلي عنده مشكله في الدفاع، لان ياسين مرعي كده هيغيب الماتشين اللي جايين قدام غزل المحله وقدام بيراميدز، وده في حد ذاته هيعمل مشكله كبيره للسيد خوسيه روبيرو. كده احنا محتاجين تدعيم بالنسبه لخط الدفاع، او مين اللي هيلعب مكان ياسين مرعي، او احنا هندافع ازاي. ده السؤال اللي بيطرح نفسه بالنسبه لريبيرو وبالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي. مش عارف اقول ايه، او مش عارف يعني هي المصايب ما بتأتيش فرادا زي ما بيقولوا، لكن الموضوع ده هيكون مؤثر، خصوصا ان اللاعب كان متألق معانا في خط الدفاع وكان عامل اضافه قويه بالنسبه للمدافعين. وان شاء الله يتم شفاعه على خير يعني ويشفى بسرعه ويخف بسرعه ونشوفه في الملعب تاني. من هنا لحد ما يخف بقى هنشوف هيعمل ايه الجهاز الفني في موضوع ياسين مرعي، ومين اللي هيكون بديل جاهز ليه او هيقوم بدوره. ده كان خبر النهارده عرفناه وكان لازم اعرفه لكم. كان معاكم ميدو الصباغ، ولو الفيديو عجبكم ما تنساش فولو ولايك. السلام عليكم.